اكبر مشكله بتواجه الناس اللي عايزين يصنعوا محتوى او يعملوا كونتنت دلوقتي على السوشيال ميديا هي فكره النيتش. انا ما عنديش تخصص، انا ما عنديش محتوى، انا ما عنديش افكار، انا ما عنديش نوع معين اتكلم فيه. مين اللي قالك ان انت لازم يكون عندك نيتش معين او تخصص معين؟ افتح الكاميرا واتكلم، ابدا اعمل محتوى في الحاجه اللي انت عايز تعملها، ابدا اتكلم عن الحاجه اللي انت عايز تتكلم عنها. ما تفضلش تسمع للناس اللي بيتكلموا عن الكونتنت كريشن او الكونتنت كريتورز اللي عمالين يقول لك في كل فيديوهاتهم لازم يكون لك نيتش، لازم يكون لك تخصص، لازم يكون لك بيرسونال براندنج. الكلام ده اللي حطه هو اشخاص زينا. الكلام ده مش معادلات كيميائيه ولا اسس فيزيائيه ولا معادلات رياضيه. كل الناس اللي بدات على السوشيال ميديا معظمهم ما كانش عنده نيتش في الاول. ابسط واسهل مثال ملك على عرش اليوتيوب دلوقتي مستر بيست ما كانش عنده النيتش اللي هو شغال فيه دلوقتي. هو ما كانش عنده علاقه بالمحتوى اللي كان بادئ بيه او المحتوى اللي فضل شغال عليه بالمحتوى اللي شغال عليه دلوقتي. في فرق ما بين الاثنين خالص. اشهر مثال عندنا في الوطن العربي احمد ابو زيد، الراجل كان بادئ بيعلم الناس فيديوهات عن الانجليش، دلوقتي بيتكلم في حاجه ثانيه خالص. فما فيش حاجه ثابته، ما فيش قواعد، ما فيش اسس. افتح الكاميرا واتكلم، افتح الكاميرا واتكلم عن المحتوى اللي انت عايز تقوله، اتكلم عن خبرتك، اتكلم عن مهاراتك، اتكلم عن تجاربك، اتكلم عن الحاجه اللي انت بتحبها، عن هواياتك. افتح الكاميرا واتكلم، افتح البوست واكتب المحتوى اللي انت عايز تكتبه. ما تفضلش حاطط نفسك في الزون بتاعت انا ما عنديش تخصص، انا ما عنديش نوع معين، انا ما عنديش نيتش معين. اعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها. اثناء الرحله واثناء الطريق كل ده هيظهر اكتر معاك، وهتتعلم كل الحاجات دي اكتر. لان انت دلوقتي ما عندكش اي معرفه، ما عندكش اي خبره، عمال تفكر وموقف نفسك في حته مش عارف تخرج منها. انت دلوقتي بتغلط نفس غلطه الناس اللي غلطوها من 4 5 سنين فاتوا، لما كانت كل مشكله الناس اللي عايزين يبداوا محتوى على السوشيال ميديا عموما كانت في المعدات. انا ما عنديش كاميرا، انا ما عنديش مايك، انا ما عنديش سيت اب. دي كانت كلها مشاكل من 4 5 سنين فاتوا. دلوقتي اي حد بيتفرج على الفيديو ده معاه في جيبه وهو قاعد موبايل بيصور 4K، والمايك بتاعه احسن مايك بياخد منه صوت. فانت دلوقتي ما عادش عندك حاجه في المعدات. دلوقتي الناس سابت مشكله المعدات بعد ما اتحلت بالموبايلات، وبقى عندهم دلوقتي مشكله انا ما عنديش تخصص، انا ما عنديش نيتش. فابدا عشان تعرف انت عايز تعمل ايه، عشان تعرف انت هتروح لفين. اثناء رحله البدايه ده اصلا هتلاقي تغيرات كتير حصلت في مهاراتك، في معرفتك، في علمك. ارمي نفسك قدام الكاميرا واتكلم. هتتعلم تتكلم، تتعلم تتحرك قدام الكاميرا، هتتعلم تكسر الحاجز الخوف ما بينك وبين الكاميرا، هتتعلم ازاي تكتب سكريبت، تتعلم ازاي تصور، تتعلم المونتاج، تتعلم الديزاين، تتعلم الصوت. كل الحاجات دي مش تتعلمها غير لما تبدا، غير لما تاخد خطوه وتفتح موبايلك وتصور، غير لما ترمي نفسك في برنامج المونتاج، غير لما ترمي نفسك قدام الكاميرا، غير لما تفتح ديزاين وتعمل صام نيل او صوره مصغره للفيديو بتاعك، غير لما تفتح الوورد وتكتب السكريبت بتاعك اللي في الاول هيطلع وحش، التاني هيبقى احسن، التالت هيبقى احسن. ابدا. مفيش حاجه هتتعمل ما بين يوم وليله، مفيش علم هيجي لك كده بالالهام نديهولك في ميه او عصير. تجربتك او رحلتك هي اللي هتعلمك. ابدا النهارده عشان بكره تبقى كبير، لان مفيش حد بيبدا وهو كبير. انت بتبدا صغير وبتكبر اثناء الرحله. فما تفضلش تزنق نفسك في زون كده هي ملهاش اسس، اللي حطها شخص زيك. هو مش قران، استغفر الله العظيم يا رب. ابدا وخد الخطوه، واثناء الرحله صدقني هتلاقي نفسك بتروح في اماكن انت ما كنتش متوقعها. هتلاقي نفسك كنت فاكر ان النيتش ده او التخصص ده انت بتحبه، هتلاقي نفسك انك ظهر لك حاجه تانية جديده انت حبيتها اكتر وبدات تشتغل فيها اكتر وابدعت فيها اكتر. ما تفضلش موقف نفسك عشان زون يعني انت مش عارف مين اللي حطها. اكسر الحاجز دي كلها وابدا وافتح موبايلك وصور، واسرح بقى مع نفسك، شوف انت هتروح لحد فين. لكن ما تفضلش واقف ومعلق نفسك على شماعات هي ملهاش اساس.